السلام عليكم. النهاردة هنعمل مع بعض فيديو مختلف عن غسول ستارفيل. شوفوا، أول حاجة أنا خلصته خلاص. النهاردة هنعمل ريفيو كامل عن الغسول ده ورأيي فيه حلو ولا لأ، تشتريه ولا ما تشتريهوش. بس أهم حاجة تعملوا لايك وشير للفيديو بتاعي. أول حاجة، الغسول ده اسمه ستارفيل جيل. ده بزيت شجر الشاي ضد البكتيريا أو قاتل للبكتيريا، بزيت الزيتون، مكون من البنسينول. المهم، الغسول ده حلو جدا 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 لحاجة واحدة بس. لو انتي عندك حبوب تحت الجلد، في القورة أو في وشك كده من الجنب، هو هيطلعها. طيب، في بنات كتير جدا قالت ان هو بيطلع الحبوب. لأ، هو مش بيطلّع حبوب، هو بيطلّع اللي اتحبس تحت الجلد، اللي أنتِ حبستيه من كتر الmakeup أو من قلة استخدام الsunblock، نتيجة مثلًا لخبطة الهرمونات عندِك. فهو بيعمل على إن هو بيطلّع كل الحبوب المحبوسة جوّه البشرة، فبالتالي أنتِ أمّا بتيجي تستخدميه بتحسي إن في حبوب زادت عندِك أو في حاجة غلط حصلت معاكِ. فهي دي الفكرة بتاعته، إن هو بيطلّع الحبوب اللي تحت الجلد. طيب، بعد ما بيطلّع الحبوب اللي تحت الجلد هو بيعمل إيه؟ بُصّي بقى، أنا هاقول لِك. لو عندِك حبوب حيّة هو هيقتلها وهينشّفها وهيجفّفها تمامًا. الحبوب اللي بتطلع هيبدأ يعمل على إنه يجددها ويخلّيها تختفي تاني. هو بيستخدم مرّة الصبح ومرّة بالليل، يعني هتاخدي على صابعِك قد حبّاية اللوز كده بالشكل ده زي ما أنتِ شايفة، وهتبدئي تفركيه على بشرتِك. هو قوامه عامل زي الجل كده، وتستخدميه بإيدِك بس، يعني ما ينفعش تستخدمي معاه فُرشة أو أي حاجة تانية. وفي حاجة كمان لازم تعمليها قبل ما تستخدمي الغسول ده، لإنه مكوّن من البنسينول. لازم بعد ما تستخدميه، تستخدمي مُرطِّب على طول بعديه، والمُرطِّب هتستخدميه والبشرة مبللة. المهم لازم تستخدمي مُرطِّب بعديه. حلو جدًا، بيقلل المسام وبينضّف الرؤوس السودا. لازم تغسلي وشِّك كويس جدًا، جدًا بعد استخدام الغسول ده، أو أي غسول بيكون بيحتوي على البنسينول، ودي أهم حاجة. اغسلوا وشكم كويس جدًا، جدًا بعد استخدام أي غسول. استخدامه كان حلو معايا، مشكلته حاجة واحدة بس، إن هو كان بياخد وقت بس معايا في الغسيل بتاع البشرة. كان بيطوّل بس معايا علشان أنضّف بشرتي. سعره 75 جنيه، حجمه حلو جدًا، حجمه 200 مللي. يعني أنا جايبة العبوة دي من الشتا اللي فات. بالنسبة بقى لريحته، هو ما لوش ريحة، ريحته طبية بس أنا اتعودت عليه. وأنا كده يا حبايبي خلّصت الreview بتاعي. لو في عندكم أي سؤال ممكن تتفضلوا تكتبوه عندي في التعليقات وأنا هارُد عليكم، ومع السلامة.